احلى بسبوسه دي يا ناس ولا ايه؟ ايه رايكم في البسبوسه المرمله دي؟ صينيه تحفه كده. اكلناها بعد فطار يوم الخميس. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه هنا معايا كوبايه من السكر وكوبايه ونص من الميه ومعلقه عسل جلوكوز كبيره. على فكره العسل الجلوكوز ده مهم يا جماعه ومحدش يقول مش مهم. هاتي برطمان كده وخليه عندك، هينفعك في حاجات كتير. معايا هنا نص كيلو من السميد، حطيت عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح، وكوبايه كبيره من جوز هند، وده اختياري. معانا هنا بالنسبه للكراميل، وركناه طبعا على جنب. هنا الكراميل نص كوبايه من السكر، وحطيناها على النار لحد ما اتكرملت، وبعدين هحط لها 3 معالق من السمنه، واحاول ادوبها كده شويه، وارفعها تاني على النار لحد ما السمنه تسيح كده خالص. وبعدين حطيت لها كوبايه الا ربع من اللبن. حابه تحطي ميه مفيش مشكله خالص. سبتها لما دابت. هنا كان العسل بتاعي كان خلص. حطيت رشه صغيره كده من ملح الليمون. الصينيه بتاعتي بدهنها من تحت بس، مش بدهن الجوانب يا جماعه. استنيت لما الخليط بتاعي داب خالص، السكر المكرمل ده داب خالص خالص في اللبن، وبعدين ابتديت احط كله على بعضه. على فكره هنا البسبوسه ما بتتعجنش، يا دوب لفتها بس بايديا كده كام لفه. خلاص كده كانت خلصت. هفضيها في الصينيه بتاعتي، هبططها، وبعدين هبل ايدي بشويه ميه وهمسح الوش بتاعها علشان تكون مستويه. بس انا هنا هرش شويه حاجات عندي كانت موجوده، سوداني، على حتت من البلح كانت متقطعه حتت صغيره، حشوه يعني كنت عاملاها قبل كده في حاجه واتبقت منها، فانا حبيت احطها هنا على الوش. طبعا وشويه زبيب يعني جوز هند مبشور اللي يعجبك. حابه تحطي لوز، جوز، ما تحطيش حاجه خالص مش هتفرق خالص. انا حطيت الحاجه الموجوده عندي. بس هبططها هنا كده كويس، وبعدين هبل ايدي وابطط كمان تبطيط عشان انا محتاجه الحاجات دي تكون مبلوله علشان ما تتحرقش مني جوه الفرن. وهبتدي اقطع بالسباتشولا كده او بظهر السكينه، تقطيعه خفيفه كده مش بتوصل لحد الاخر بس. وهدخلها الفرن. طبعا الفرن عندي هنا كان سخن، وبتدخليها الفرن على طول، ما بتستنيش كتير بره، لازم تخلصيها كده وتدخليها الفرن فورا. طلعت زي الفل اهي. طالما بتحط لها شربات وبتشرب كده تعرفي ان هي تمام جدا جدا، ونجحت معاكي وبقت زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، وتعمليها وتعجبك. سهله قوي وبسيطه، واحلى صينيه بسبوسه، والمعلقه بتاعت الجلوكوز نقلتها في حته تانية خالص. والله كانك شارياها من بره. بس انتي بتشتري بسبوسه، بتشتري سوري دي السميد، بتشتري الحاجه كلها. مفيش مشكله انك تشتري البرطمان ده وتخليه عندك، يعني هينفعك حلو قوي قوي في البسبوسه.